حاجتين ما ينفعش تسترخصي فيهم، يا اما تشتريهم لوكس يا اما تشتريهمش احسن. اول حاجة علشان اتكلمنا عن جهاز العروسة قبل كده وازاي تختاري جهاز العروسة، وهي اللي ينفع تجيبيه غالي وهي اللي ينفع تجيبيه سعره حنين او شعبي. الفيديو ده مهم جدا للعروسة اللي بتجهز جهازي. حاجتين ما ينفعش تسترخصي فيهم، يا اما تشتريهم لوكس يا اما تشتريهمش احسن. اول حاجة علشان منظرك، تاني حاجة عشان صحتك. لو مهتم بعنوان الحلقة كمل الفيديو للنهاية، يلا بينا. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هقول لك على حاجات ما ينفعش تجيبيهم شعبي، لازم تجيبيهم لوكس في جهاز العروسة. بس في البداية أحب أشكر كل اللي بيدعمنا سواء بلايك أو بتعليق أو مشاهد، وأحب أفكر اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل. أول حاجة يا ست الكل ما ينفعش تجيبيها شعبي أبدا، لازم تجيبيها لوكس اللي هي البايركس. أكتر من عميلة بتقول لي إنه في يوم العزومة بحط الطاجن في الفرن وأنا بطلعه طخ بيطرشق وبيبوظ لي الدنيا ويكسفني كسفة عمري ما انساها. مقلب ليه يا مدام ايه اللي حصل؟ جبت حاجة وسط. فانت اول حاجة في جهاز العروسة لازم تجيبي البايركس الحراري. في فرق بين البايركس والاركو بايركس. البايركس الحراري اللي هو بيدخل الفرن، اللي لازم كل عروسة بتجيبه او على حسب مقدرتها يعني. شكلك فاهم يا نصة. فانت يا ست الكل اول حاجة لازم تجيبيها لوكس. قبل كده في حلقات جهاز العروسة قلنا انه ده ينفع تجيبيه لوكس وده ينفع تجيبيه وسط وده ينفع تجيبيه رخيص عادة. في حاجات تنفع وحاجات لا. اول حاجة تكسفك لو جبتي البايركس اي كلام. لازم تجيب البايركس الحراري، حاجة كويسة فرنساوي اصلي. البايركس في انواع منه كثيرة، في اماراتي في ايطالي في فرنساوي، يعني الاقبال اكتر على الفرنساوي والمضمون اكتر الفرنساوي. دي اول حاجة. احنا قلنا في عنوان الحلقة اول حاجة عشان منظرك، تاني حاجة بقى عشان صحتك. تاني حاجة ما ينفعش تجيبي بلاستيك للميكروويف اي كلام. لو جبتي بلاستيك للميكروويف اي كلام هيسيح في ثواني وهيتفاعل مع الاكل وهيضرك جدا انت واسرتك. فتاني حاجة ما ينفعش تجيبي بلاستيك غير لما يكون علامة 5 ويكون عليه علامة الميكروويف وتكون شركة محترمة، لانه الحاجات دي يعني ما عليهاش جمارك، اي حد ممكن يعملها. فلازم تكون شركة موثوق فيه، تكون عليها علامة 5 وتكون عليها علامة الميكروويف زي اللي في الشاشة دي بالظبط. دي تاني حاجة يا ست الكل، وانت بتجهزي لازم تاخدي بالك منها. افكركم اللي ليه اي سؤال في حوار الادوات المنزلية، في حوار المطبخ، في الادوات الكهربائية الرفايع اللي هي بتاعت المطبخ، يسألني في التعليقات وانا هرد عليها فورا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.